إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر صاحب العمادتين. أهلا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. الكسب والمطعم الحلال سعادة وراحة بال، فما اليد العليا التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير من اليد السفلى؟ هل تتساوى كل الأيادي العليا في العطاء والجزاء؟ فهناك يد تمتد بالإحسان والصدقة، وهناك يد تمتد بالعطاء المشبوه كالرشوة وشراء الذمم. لذا حثنا الإسلام على تحري الحلال فيما نأخذ وفيما نعطي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأننا نتكلم عن قضية محورية حتى لخصتها المرأة العربية عندما كانت تقول لزوجها: اتق الله ولا تطعمنا حراما. المرأة هي التي تدفع زوجها إلى أن يأكل من الحلال وألا يجلب لها إلا من كسب حلال. ثم عللت هذا الحلال بقولها: فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على فيح جهنم. والذي يكتسب أو يكسب الحرام في الدنيا يعيش في الدنيا للأسف الشديد في جهنم والعياذ بالله، جهنم المعنوية. فهو عندما يجعل لحوم أبنائه يأكلون طعاما من حرام، إنما هم يتزودون بالسحت، وكل لحم نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به. وعندما آتي بمصدر من مصادر الحرام، إنما أنا آتي بواحد من مصادر نزع البركة من البيت. فمعظم الناس في هذا الزمان يعاني، إما أن يعاني من أمراض أو من خروج الأبناء من فلك البنوة إلى غير هذا الفلك على سبيل الإطلاق. فالابن لم يصبح في معظم الأحوال ابنا كما كنا قديما.